المسلمين شايفين المسيحيين ازاي في القرآن بجد من غير اي تحوير، وفي نفس الوقت ازاي بنتعامل مع المسيحيين في القرآن، وفي نفس الوقت ايه اللي احنا عاوزينه، عشان المسلمين بتدعي المسيحيين للدين كتير قوي 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 قوي. فيعني في سؤال، انت مالك بيا؟ اوكي، فلازم نرد على كل الاسئله دي. طيب اول حاجه، المسلم شايف المسيحي ازاي في القرآن؟ اول حاجه شايفه كافر، ده عشان بس نبقى واضحين. ازاي؟ اللي يقول المسيح ابن الله فقد كفر، من قال المسيح ابن الله فقد كفر، ده موجوده في القرآن واضحه وصريحه. طب واللي بيقول الثالوث كفر برضه. طب هل من حق المسلمين تقتل الكفره؟ ده انا قريتها ويضربوهم ويقتلوهم. لا يا باشا، ده في الحرب، لكن في غير الحرب هل من حقنا ان احنا نقتل الكفر؟ لا. ليه؟ لان ربنا قايل برضه في القرآن ان الله لا يؤاخذكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هم مين دول؟ الكفره اللي هم عملوا ايه؟ ما حاربوكش في الدين. طب يعني ايه تحاربني في الدين؟ اصل الكلمه برضو فضفاضه شويه. طيب بص يا معلم، زمان قوي عشان تدعي للدين كنت لازم تسافر، تخش بلد تعيش فيها وتجيب الناس وتعلمهم الصلاه وتقول لهم عن الدين. الكلام ده كان مستحيل. ليه؟ الناس هتقتلك. اوكي، كل واحد عنده دينه، والموضوع الدوله عاوزه تحكم، فكان صعبه جدا. فكان في حاجه اسمها حروب دينيه. طيب دلوقتي انا فاتح اهو اونلاين على تيك توك وجاي بكلمك بقول لك اللي انا عاوزه عادي جدا وهيوصل لك. فما بقاش في لازمه للحاجه دي اصلا ان انا احارب عشان انشر الدين. ليه؟ لان مفيش حد يقدر يمنعني ان انا انشره. خلاص الدنيا بقت مفتوحه على بعض. طيب برضو احنا نتعامل ازاي مع المسيحيين؟ بص يا باشا، المسلم عاوز من الاخر بيدعيك للاسلام. ليه؟ عشانك مش عشانه. ليه؟ لان المسلم لو فكرت فيها بكل بساطه هو بيمارس الاسلام. اكن واحد بيقول لك تعالى الجيم يا باشا، ما ينفعش تفتكر ان هو بيكرهك. لو انا بعمل حاجه ما ينفعش اما اقول لك تيجي تعملها يبقى انا بكرهك. لا، انا عاوزك تبقى معايا في الحاجه الصح. فما ينفعش تقول ان المسلم بيكرهك عشان بيدعيك للدين، لا خالص. اوكي. طيب هل من حق المسلم ان هو يفرض حاجه على المسيحي او على غير المسلم؟ لا خالص، مفيش اي حاجه. اوكي، لا اكراه في الدين، ده في القرآن. اوكي، عشان القرآن بس ايه بيتقص منه من ناس كتيره قوي وتقول عليه كلام بجد ما حصلش والله، ولا له علاقه باي حاجه. ومعلومه، في مسيحيين شايفين ان السيد المسيح رسول، مش اللي هم اسمهم اليوتينيتاريانز في شرق اوروبا، عندهم كنيستهم وعندهم الدنيا دي. دول انا ما اقدرش اقول عليهم حتى كافر، عشان بس نبقى واضحين. اوكي، عشان بس نبقى ماشيين بالايه، بالكتاب زي ما بيقول. طيب هل المسلم عاوزك تدفع الجزيه وانتم صاغرون؟ ايوه ده انا قريتها. طب يا حبيبي، انت المفروض تفرح لو انت هتدفع الجزيه. ليه يا باشا؟ لان الجزيه دي اقل من الضرايب اصلا. اوكي، عشان نبقى واضحين. تاني حاجه، ان بكل بساطه في الدوله اللي هي فيها جزيه والمسلمين هيدفعوا الزكاه بتاعتهم، المسلم بيدفع اكتر من المسيحي او الكافر او ايا كان من اي ديانه. المسلم بيدفع اكتر وبكتير. يعني حضرتك ده لو اتطبق ساويرس هتلاقيه قاعد بيرقص ملط في الشوارع اصلا، عشان بس تبقى فاهم. طيب هل المسلم عاوز يقتل المسيحي؟ لا خالص، هو عاوزك تبقى مسلم، فهو بيدعيك. طب ليه؟ زي مين؟ زي الرسول عليه الصلاه والسلام. كان بيدعي الناس ازاي؟ ربنا قال عليه ايه في القرآن؟ قال عليه ايه؟ إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بس مش مسيطرا. ده ربنا قال له ان هو مش مسيطر. اوكي، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. تولى يعني مشي، وكفر هنعمل ايه؟ هنقتله بقى؟ اكيد لازم نبقى مكتوبه. فيعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يعني ربنا بيقول لك الكافر انت مالكش دعوه بيه غير ان انت بتدعيه بس، ما عنديش اي حاجه تانية. لا اكراه في الدين، ما فيش حاجه اسمها اكراه في الدين. ليه؟ لان الدين عندنا لازم تبقى مقتنع بيه 100%. يعني ايه؟ يعني عندنا ديان. فعشان كده برضو الناس بيوصل لها كلام عن الاسلام مش صح في كل حاجه، سواء في الست او في مش في معامله الست يعني، او في الطلاق او. فانا يعني دي حاجه مني لكل الناس اللي بتتفرج عليا. انا هطلب من اي واحد مسيحي اقرا القرآن من اوله لاخره، وانا هسالك سؤال واحد بس، مش هسالك غيره، بس هساله لك في كل صفحه. الرسول عليه الصلاه والسلام عرف الكلام ده منين؟ بس ليه؟ لان بكل بساطه الراجل ده ما ينفعش يكون عارف الكلام ده وهو في الصحراء من 1500 سنه، مستحيل. فبالتالي اكيد قوه اكبر منه هي اللي قايله له الكلام ده. سواء بقى انت شايفه بشر، سواء بقى انت شايف يعني بشر قايل له، فهو جايب الحاجات دي من حته. برضو الراجل ده لازم نعرف هو مين وجاب المعلومات دي ازاي. اوكي، واحب ابشرك ان الموضوع مش هيبقى سهل، لان انا مش هسالك غير سؤال بس. السؤال ده صعب جدا. عرف منين؟ ليه؟ لا ده من ثالث صفحه في القرآن هتلاقي ايه، ان هو ربنا كاتب احنا بنشوف ازاي، وان انت لو النور ما بيرفلكتش عليك اصلا ولا هتشوف ولا هتتشاف. دي علميا اكيرت لدرجه مستحيل تبقى صدفه. فامشي بقى يعني ايه، وعاوزك تجيب القصص والحاجات اللي انت شايفها متشابهه اقعد علم عليها كلها.
ما تسيبش حاجه. اوكي، يعني مثلا لما هتلاقي قصه ايه فرعون وهتلاقي اسم هامان، هتقول لي دي غلطه. انا عليا ان انا اجيب لك اسم هامان ده يا باشا من الحضاره الفرعونيه، من قبل ما المسلمين يعرفوا كلمه هامان دي اصلا. اوكي، يعني انا هجيب لك اسم هامان ان هو اللي ماسك البناء مثلا، ودي موجوده على فكره في متحف هوف من 1907 مترجم بالالماني. اسم الراجل المسؤول عن البناء هامان. الكلمه لما فرعون مات اتقال كلمه معينه في القران، هاجي اسالك ليه مكتوبه، وهجيب لك ان هي موجوده في الحضاره الفرعونيه. اكيد الرسول كان بيعرف فرعوني لازم. فيعني ايه، انا هسالك صفحه صفحه. اوكي، فهنطول مع بعض، بس لو انت قعدت تقول على كله حظ 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 حظ، جيب لي كتاب تاني فيه كل الحظ ده. طب طالما مفيش بقى حظ، يبقى ايه؟ يبقى الكلام ده من عند اللي خلقنا. اوكي، اللي عند اللي خلقنا، وهو ما اتغيرش ليه؟ عشان عندنا نسخه من امتى؟ من نسخه حفصه بنت عمر اللي هي زوجة الرسول، من ايام ايه؟ من ايام الرسول، كاربن ديتد. طب هل القران اتغير؟ لا ما اتغيرش، بنقراه كلنا وحافظينه وعارفينه. هتقول لي بقى مصحف عثمان ومش عارف ايه، دي كلها حاجات يعني اما تخش بس كده تقرا في الدين هتفهم. اوكي، فانا نصيحتي لاي حد عاوز يفهم المسلم عاوز منه ايه، او هو بيدعي لايه، اقرا القران ده 600 صفحه مانيوال سهل جدا. طلع بقى فيه ايه القصه من هنا، يعني قصه موسى عليه السلام من هنا، وقصه موسى عليه السلام من ايه العهد القديم مثلا، واقعد اتفرج على الحاجات اللي ايه اللي مش شبه بعض عامه يعني. فما ينفعش يكون ناقلها، يعني ده بدايه الكلام. يعني احنا عندنا ان موسى عليه السلام هو اللي كان بيكلم فرعون على طول. موجود في المساحه في العهد القديم انه اسمه ايه ده، هارون اللي كان بيتكلم، اللي هو اتقال عليه بعد كده في العهد القديم انه عمل عجل وعبده. واحنا عندنا حد تاني. واليوم نفسه عندنا في مذكور عامه في الحضاره اسمه ايه ده الفرعونيه، اللي هو يوم الزينه، موجود في الحضاره الفرعونيه، واحنا كمسلمين ما كناش نعرفه وما اكتشفناهوش غير في السبعينات. هسالك على الدنيا ليه بتوسع؟ يعني مكتوبه ان we have created this universe with might and we are expanding it. الايه دي ان وان اليها لموسعون. هتقعد تقول لي التفاسير اللي مش التفاسير، هجيب لك الايه بالانجليزي قبل ما يكتشفوا ان الدنيا بتوسع، يعني ما فيهاش مترجمه ان الدنيا بتوسع، واضحه وصريحه. هجيب لك حاجات كتيره قوي. اوكي، بس هنمشي صفحه صفحه ووريني هتعمل ايه في الحاجه زي كده. لما تكتشف ان اكيد مش بشر اللي كاتب الكلام ده، هتعرف ان ايه اللي خلق البشر كلهم هو اللي كتب الكلام ده. فدي نصيحتي ليك. اوكي، هل لو انت بقيت مسلم انا هكسب حاجه؟ لا. ربنا هيزيد حاجه؟ لا، انت بس اللي هتزيد. وهذا هو ده المغزى. مفيش مسلم بيكرهك. اوكي، ده لازم تركز فيه. المسلم طالما بيدعيك ان انت تبقى زيه، يبقى اكيد هو يعني ايه مش بيكرهك. طب اصل ممكن يبقى الشيطان هو اللي الف القران ونزله على محمد عليه الصلاه والسلام. اقرا القران وانت تفهم. هو ده يعني ربنا قايلها لنا تقريبا في صور كتيره قوي. الشيطان عدو لكم عدو لكم عدو لكم عدو لكم. مستحيل يعني بكل بساطه ان انت ما تسمعش كلام الشيطان. وغير كده القران مكتوب فيه ايه؟ ان الله لا يأمركم بالفحشاء والمنكر. يعني ايه؟ يعني اي حاجه فحشاء ومنكر ربنا مش هيدعيك ليها. فانا بقولها لك اهو من الاول. لو لقيت فحشاء ومنكر في الكتاب ده يبقى قول لي عليهم. في هنا اهو فحشاء وهنا في منكر يا باشا. مفيش، الكلام ده كله بيوصل لك مقصوص من حتت غلط. فنصيحتي ليك، ده عمرك وحياتك اللي جايه المهمه اللي هتعيش حياه ابديه. فلو سمحت اقرا الكتاب، مش هتخسر حاجه. كتاب واحد اقراه وانت هتعرف الحقيقه. اوكي، وهتتعامل ازاي مع المسلم غير المسلم، كله زي بعضه. القسط على الناس كلها. يعني لو جالك واحد مسلم وواحد غير مسلم، وغير المسلم ده حط فيه كل العبر. بني ادم اناني، وبني ادم غلس وشاذ ومثليين. بص اعمل فيه كل حاجه، خليه بني ادم انا يعني المفروض ما احبش اتعامل معاه. ومع ذلك لو ليه حق عند المسلم هو اللي مع الحق ولازم ببقى معاه. ده مكتوب في القرآن؟ مكتوب في القرآن. روح اقرا بقى القرآن بعد كل الكلام ده وقول لي ازاي ما ادعكش. اوكي، يعني ان شاء الله منكم ناس كتيره تخش الاسلام.